معاها شوية ترندات تيك توك كده وناس غريبة ومجتمع غريب، أنا من مكاني هذا أحاول أقضي عليهم قبل هم يقضوا عليا. تعالى بس مش هتندم، ده انا حتى عربيتي فيها تكييف دافي حلو قوي هيدفيك. كيف دافي هيدفيك؟ لا وكمان عشان رجلك تلاقي وجعتك من المشي يا عيني. تعالى. هو ايه يا بنت الطريقه اللي انت هو إيه ده في إيه؟ والواد تحسه هومليس أصلا، يعني لابس لبس غريب، وبعدين أنت ماشية أي حد معدي كده حتى يعني ده شكله يعني مش آسر ياسين يعني مثلا، الشعب كله تعب من المشي على فكرة. بتتكلمي بيها دي وايه المياعه اللي انت فيها دي؟ وبعدين مفيش عربيه اصلا فيها تكييف سخن. بقول لك ايه، مالكيش دعوه بينا. لا نصحى يا بنت نصحى. يلا يا سيف. حرام عليكي بس، القمر ده يمشي كده في السقعة دي؟ أو في إيه؟ يعني الأدوار متبدلة والموضوع أوفر قوي بزيادة. حرام والله، وكمان رجله توجعه. تعالى بس اركب، والله هترتاح قوي في العربية الحلوة دي. ايه يرتاح وما يرتاحش؟ هو ايه الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ بقول لك ايه، إنها دعارة. شغل البنات اللي انت بتعمليه ده انا عارفاه كويس. يلا يا سيف قلت لك. بقول لك يا ملك بصراحه كده انا رجلي وجعتني من كتر المشي. بصراحة يا مريم أنا تعبان. بقالي كتير ماشي، وبصراحه الجو تلج وهي عندها تكييف دافي، فبصراحه كده عايز أتدفى يا مريم. لو انت مش هتركبي انا هركب. يعني ايه هتركب؟ ليه يا حبيبي؟ هي عجبتك وجابتك بالكلمتين اللي قالتهم لك دول ولا ايه؟ خلاص ما تركبيش انت، هركب انا لوحدي. سيف ما تهزرش، هنخسر بعض. يا عم اركبوا انتوا الاتنين، يلا روح اتبسطوا يلا. بصراحه بقى كده يا ملك انا هسيبك وهركب انا، فخليك انت بقى روحي باوبر او خديها على رجلي عشان رجلي وجعتني. سيف بس كده. خد يا سيف خد. يا حبيبي طب ما ممكن تقتلك مثلا، ممكن تسرقك. عندي حتة بيت جميل قوي، وعلى الأقل شغله الدفاية هناك يتدفى. يا جماعة ده ترويج للدعارة يا جماعة في ايه؟ تعالي على هناك. بيا عسل. والله ماشي يا سيف، والله لو اوريك. يا قمر تعالى. انا نفسي اعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. بيت جميل قوي، وانت قاعد هنا لوحدك؟ بس هيبقى بيت انا وانت بقى. بيت انا وانت تتجوزوا وخلفوا كمان يعني. طبعا كل اللي نفسك فيه اعمله لك. يعني اقعد هنا معاك على طول؟ بس ما شاء الله بيت جميل قوي. هو انت اسمك ايه صحيح؟ سارة. على فكره اسم اصلا يعني ما اعرفش اسمها لحد في الطريق، كل الطريق ما كان بيحصل، كانت بتدفيه بس. ايه ده؟ هو انت بتعملي ايه هنا؟ ايه اللي جابك هنا اصلا؟ عادي كده دخلت البيت، فتحت الباب، دخلت اي حد معدي ملوش باب. بس انا شاكك، بدات اجس ان ده صاحبتها ومتفقين وكانوا بيعملوا اختبار. هي الفيديوهات الكرنج دي بتبقى قفلتها كده، انا حاسس كده. علشان خاطر انا دلوقتي بقيت مع ستي ومش هسيبها خالص لانها مش حرماني من حاجه. انها بتدفيني، بتروحني، ما محتاجش اوبر. الا انت طفل رضيع عيله ولا ايه؟ مالك يابا؟ جابتني بيت حلو هقعد فيه، هقعد براحتي وهتجيب لي كل اللي انا عايزه. مش كنت تقريبا كده هو جاي من الشارع، يعني هو ما شافش الحاجات دي قبل كده في حياته، ما شافش 4 حيطان تقريبا. خسرني. لاخر مره بقول لك انا خسرتك خلاص، عمري ما هسيب النعيم ده وارجع لك انت يا معلم. اتفضلي يا استاذه ملك، اتفضلي. استاذه ملك انت الخدامه طيب ولا ايه؟ نعم. افتكرتها صاحبتك يعني. استاذه ملك تعالى بس مش يا عم عايز اعرف طيب، بس يعني فهمنا ان هي مطبوخه يعني زي ما انا كنت متوقع. السلام عليكم. ايوه مين حضرتك؟ مش هو ده بيت الاستاذ عبد الله؟ ايوه هو. يا ابني بتبص ليه كده يا ابني؟ عيب. انا العريس المنتصر. ايوه انت العريس المغتصب، بعدين ده ابوك يعني. اتفضل. خش يلا يا بابا. معقولة؟ يا لهوي آسر ياسين داخل عليا. بلو صدق بوعده وجيت أقدم لنا ده. يا لهوي على الفرحة، الحمد لله يا رب. خبي القماص دلوقتي ما تبينوش. يعني انا مش فاهم يعني ليه اي بني ادم او اي بني ادميه ممكن تمثل حتى مش حقيقه ان هي مبسوطه ان بالو جاي يتقدم لها، يعني مش فاهم. اسمهم يا عم الواحد بيخش بقيمته. يلا يا أميرة عشان تشوف الناس اللي بره وتحط لهم حاجة يشربوه، على ما أنا بروح أشوف عبد الله كده الفيديو اسمه كسر بخاطر الشغاله. انا مش عارف هيكسر بخاطر الشغاله ازاي، يعني عرفت شغاله بالموضوع. ده هي شغاله هو جاي يتقدم لها. ماشي ميك سنس. يلا هروح أنادي عبد الله وأجيلك. فرحي بيا؟ هو مش العريس ده ليا أنا؟ مش جاي ليها هي؟ ما جاي مين؟ بالو جاي لمين؟ لا أكيد هي فاهمة غلط. أكيد فاهمة غلط دلوقتي يا عيني بقى. هيروح عليها طبعا، هيروح عليها والله. يا سلاوي دي فرصه ما تتعوضش. تصدق ماما تعرف إن هو اختارني أنا، ما اختارهاش هي. يلا يا عبد الله كل ده العريس. والله اتجوز عبد الله اوقع بصراحه. هتهاون معاهم طالما جايين شارينك، لان انا مش عايز اقول لك ان لما كلموني في التليفون وقالوا لي ان هم جايين عشان ياخدوكي بقى. جايين يجوزوها هي اخته تقريبا. يا بالو شبكه جميله عامله نص مليون دولار. نص مليون دولار.
طبعا يا برضه طبعا. يا عم مش كنا نيجي نتقدم الاول بعد كده تجيب لها الشبكه؟ هي تستاهل. انا معايا فلوس يا عم، انت مالك؟ مش شايف البامب الاسباني اللي انا لابسه؟ مش هي تستاهل وكل حاجه، بس كنا جينا تقدمنا الاول. على العموم برضه في بتاع غزل البنات، روح اشتريه بقى بفلوسك دي. عندنا كل ده بره ليه لوحدينا؟ يمكن يكون العروسة بتاعتنا بتمكيت نفسها. بتمجيج يا بقى على السماجة وطول الدم يا اخي. لو يكونوا مش موافقين. لا موافقين. مش عارفين ازاي يا ابني؟ ده معاه نص مليون دولار يا ابني. هو العريس ده متقدم لريم؟ لاخت كريم، ايوه كده. يلا يلا. صدمة كبيرة طبعا، يا لهوي بالله راح عليها طبعا. منورين منورين منورين. نص مليون دولار، يا لهوي. اقسى عليك يا حبيبي، اقسى عليك يا بلو. نسيت اسمه اصلا، نسيت هو مين. عايز اعرف الجزء التاني يحصل فيه ايه. ما شاء الله. طب مش نستنى نتعرف الاول وبعدين؟ ما شاء الله انا عارف ان انت من عيله وحد تقيل وحد ما شاء الله عليك. ربنا بالله من عيلة كبيرة طبعا. طيب، ومش الاول ناخد راي العروسه، تعرف اسمها، تقعد معاها. انا معلوماتي ان انت ما تعرفش عنها حاجات كتير. انا عارف. ايوه اخويا ما يعرفش. ده احنا ياما كنا اللي كان لسه هيقول تقريبا يعني حد يعجب ببالو. ما شاء الله. هو ده حاجات اصليه ولا ايه يا جماعه؟ حاجات اصلية ولا ايه؟ انت تاجر ولا ايه؟ دولار. 2 مليون دولار. 2 مليون دولار؟ مش كانت بنص مليون تقريبا؟ ولا انا بسمع غلط ولا ايه؟ مليون دولار. أو ايه؟ نص مليون دولار. اهو رجعت نص مليون دولار. نسيت معلش، اصل الفلوس كتير معايا بقى. كنت جايب منها 4 وكنت اتجوز 4 يعني. المهم انها عامله دولارات. يلا الحمد لله. اخويا والله اخر حاجه يتكلم فيها الفلوس. على فكره انا عايز ما واضح فعلا. اتكلم عليه بتاع 7000 مرة لحد دلوقتي. هو كل واحد بيتكلم على الحاجة اللي ناقصاها تقريبا. وبالله قصده كل حاجة ما شاء الله، ما في حاجة معايا خالص. انا حب عمرك. ماشي يا بلو ماشي. يا ريت يا ريت. حب عمر طبعا. انا قلت لك ان الواد ده انا سالت عليه لقيته ابن ناس وابن عز وكلام زي كده. هو قضيت يا عم، انت لسه عارفه دلوقتي وزغلل عينك بالفلوس. انت تاجر اصلا، انت مش اخوه، انت تاجر اكيد. هو بس يعني مش شبه بعض قوي. مش شبه بعض قوي، مش كبني ادمين يعني، مش بني ادم بالله، ده كائن. بس ربنا يعمل لك الخير. وبعدين ده احنا يوم المنى لما ربنا يكرمك وتتجوزي ان شاء الله. ايه في شكلك عايز تقول حاجه تانية؟ يلا عشان تقعدي بقى مع عريسك بقى عشان خاطر نفرح بيكي بقى ونخلص. نفرح بيك ونخلص. هو عايز يخلص منها، هو باين قوي يعني. ده انا كنت ما صدقت خلصت من ريم ديت. ما تعرفيش انا بحبها ازاي وعايز بتمنى لها الفرح. ربنا يفرح قلبك. انت غريب يا انت كلامك عكس وشك وعكس افعالك. ده شكله حد محترم وما شاء الله يعني. ده باشمهندس ودكتور وظابط مش مقتنع ببالو. زي في بني ادم ما يقتنعش ببالو. حد محترم وما شاء الله يعني. ده باشمهندس ودكتور وظابط وطيار في نفس الوقت. نعم. انت لاسعه بقى، انت لاسعه خالص. مهندس ودكتور وظابط وواد محاره وشيف وطباخ. ايه والله في ايه؟ متاخروا ليه علينا؟ يمكن يكون ندعو في الدواجن. مش عارف. ايه دوازن؟ ايه مش فاهم. مش رجعوا في الدوازن. دوازن. مؤاخذة معلش يا بالو، لغه الاغنياء دي مش فاهمها انا معلش. حتى بقى لما نشوف بقى ايه هيعملوا معانا ايه يبقى نديهم الذهب. ما خدت طبعا في النص مليون دولار شكلك. حاجه جاهزه وجايبه لنا الشاي كمان. مش كانت تجيب لنا شربات؟ ما لازم. طماع يا اسطى، انت طماع فشخ يعني. انت عايز ايه يعني؟ العروسة بتعمل شعرها كافيه، تعمل دلداب، بتعمل دوافر. شعرها كافيه؟ ايه شعرها كافيه ده؟ لازم تتأخر. طب ما هي جايه لنا جاهزه وعامله كل حاجه. اصبر، الصبر حلو، الصبر حلو يا اخويا. اهي اهو مدينا، حد جاي اهو. اهو مدينا. انت حراميه يا جدعان، في ايه الهبل ده؟ العروسة اسمها أمينة. بقول لك ايه، هو انتوا جايين بتهزروا؟ اميره؟ هو انت يا استاذ مش جاي تقول لي ان انت عايز تتقدم لاختي؟ لاختك اميره. طيب انا هي اختي. لا مش دي كده رفيعة ومتوسطة كده. رفيعه متوسطه بيوسف. اميره شغاله معانا هنا في البيت. انت يعني اللي مدير شركه يعني؟ طب معلش يا ريم حقك عليا. بصوا يا جماعه انتوا هنبقى تعمل سبستيوشن. اطلع بالطريقه. ماشي طلعت شغاله. انت هتتجوز واحده شغاله؟ لا طبعا مش من مستوايا. هي تحت وانا فوق. مش مستواك يا جايف مقرح وبنطلون مقطع. لا في الزمن انا عايز واحده ترفعني. تعال السفوم ماشي. يعني انت جاي زي تاخدوا بعض في الشيخ زايد؟ ما هي قاعده هي عادي في مكان طبيعي. انت حاسسني ايه ان انت كنت جاي مثلا للاميره ديانا يعني؟ يسعدك يا رب يا اميره. معلش يا ريم. طب يعني انا طبعا فرحانه دلوقتي هتتجوز ضابط وطيار ودكتور ومهندس. بص يا ريم احنا كلنا اخوات انا مش زعلانه، ده انا فرحانه. هو عايز يخلص من اي حد يعني. هو عايز يخلص من اي حد وخلاص فيهم، مش فارقه معاه. هو هيتجوز بجد يا ريم؟ وربنا فرحانه، انا مش زعلانه. مجنونه بنتي ولا ايه؟ معاكي يا استاذ عبد الله. انا زعلان عليها البت دي. بس يلا بقى انا سيبها بقى في غيرها. يلا تعالى عبد الله انت رايق قوي. عبد الله رايق قوي قوي. ايوه تعالي يا امير. اديني يا عم جبت لك العروسه عشان خاطر ما تزعلش. ما تتكلمش. ليه ما يتكلمش؟ ايه اقعدي يا امير.
ما تتكلمش، بيتكلم معاك انه بودي جارد بتاعه. جايب لك ايه؟ مفيش قعود. مفيش قعود؟ ايه يا استاذ بالو انت ايه اللي غيرك كده؟ انت عايزني على اخر الثمن اخد واحدة شغالة. شخالة انت اللي انت اللي شخة. انت ايه يلا؟ انت قلوط واقف قدامي يلا. يعني ايه شغاله في البيوت يعني وانت تقصد ايه؟ مش مأمنة يعني يا استاذ عبد الله ان ولا اخويا من الصغير. مستواني. مفيش حد يعمل كده خالص في الحياة. مش ده انتوا هزقتوا البت. يعني انا لو مكانها هقوم اديك على وشك وانزلك على الارض وادوس عليك عشان انت اصلا يعني انت هفيه بجاكة البامب الاسباني اللي جايبه من عند الشاذلي ده. يعني ايه الكلام ده؟ اخويا قال لي مش هتجوز واحدة شغالة في البيوت. هي تحت وانا فوق. يا بلو هي تحت وانا فوق. لا مش قادر احمل الواد اللي هطل ده بصراحه. مش عايز اتفرج على قليط يعني. كنت دخلت الحمام مثلا يعني. نجوى الحقيني ايه ده؟ الحقني انت يا اسلام، انا كمان هقع. انكسيني نجوى انقذني انا، هقع يا اسلام. يا استاذ محمد انا بعرف اعوم بس الجو ساقع مش قادره انزل. انما يا استاذ محمد ما مش هقوم الجو ساعه والنبي. يا اخي عيب على دانك يا اخي. عيب على شكلك وجبه اكبر من دي ومن اللي واقف ده كمان. انا ممكن انقذكم انتوا الاتنين بس بشرط واحد، اللي عايزنا ننقذه هيدفع 30 جنيه. اديك اللي انت عايزه بس يا انقذني والنبي. انا هديك اكتر بس انقذني انا الاول. انا هديك اكتر منها بس انقذني انا لسه صغنون عايز اعيش. يا اخي عيب على نفسك يا اخي. عيب اللي بتعمله ده. ما عندكش ولاد يشوفوا القرف ده ولا ما عندكش اصحاب ولا اهل ولا انت ايه؟ لا انا الصغننه هو كداب. انا محتار يعني هي برضه بيض بس هي بنت يعني. ها عديها. بحاول اتعايش اصلي يعني معلش. انقذ مين؟ انقذ نجوى ولا انقذ اسلام؟ اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات انقذ. اكتب في الكومنتات عشان سيبهم هما الاثنين يموتوا وموت نفسك معاهم كده. القرف في شكلك انت وهم. واحد ايده قدامك. بقول لكم ايه، شفتوني وانا بالعبايه، شوفوني بقى وانا باللبس الكاجوال. شو مش قادر اكمل. مش هدخل الفيديو ده. تمام ماشي، الجهاز ده عاجبني وانا اشتريته. مبروك عليك الجهاز يا استاذ. بجد والله. انا هحطه لك في شنطه وتحاسب على الكاشير وانت خارجه. تمام ماشي. نورت يا استاذ. هي دي الزبائن اللي تفتح النفس. عندي احساس انه تمثيل بس مش متاكد. انا حاسس ان انا شفت الاستاذ ده قبل كده. طب المحل دول طيبين قوي، يستاهلوا كل خير. يا استاذ ده هي في النص. هي كانت واقفه في النص بين اللهبل ده واللهبل ده وما شافوهاش. يا استاذه انت ما حسبتنيش على حاجه. وده ماسك ايفون 17 برو ماكس ومضروب باين قوي. انت واخداها ديت. لا ما انا حسبت الاستاذ اللي جوه. تمام ماشي يا استاذه، حضرتك شرفتينا. لما اخش بقى جوه البشوه ياخد منه الفلوس عشان اسجلها هنا عندي على الجهاز. والله انت اللي جبت لنا الفقر. انت بتتكلم تمثال صح؟ بتتكلم قد تمثال. طبيعي الدماغ دي لازم تكون. انت اكيد شايفها حقيقيه يعني. عشان كده انت اكيد رافع حاجه يعني. بقول لك ايه يا بشون، هات الحساب بتاع الاستاذ لسه خارجه ديت. وبعدين اصلا انت قلت لها ليه دلوقتي ليه تحاسبك هنا ما قلتلاش على الكاشير هناك؟ استاذ امين انت عارف انا ما بحاسبش حد هنا. قلت لك تطلع تحاسب بره. ده ازاي الكلام دوت؟ هي قالت لي ليه حاسبتك يا عم بشون. طب مش قصدك على الاستاذه المشهوره دي اللي زي القمر دي؟ مشهوره زي القمر؟ اللي لسه خارجه دي زي القمر مشهوره؟ دي بتطلع على التلفزيون انا بشوفها شفتها كتير. يا عم تلفزيون ايه بس يا عم بشون؟ بس حاسبني كده بعد اذنك يا استاذ جيمي. يلا عشان اقفل الحساب. مش بهزر والله. انا قلت لك حاسب بره على الكاشير. انت عارف انا ما بحاسبش حد هنا. بقول لك ايه يا عم بشوي، الكلام ده مش هاكل ولا يشرب معايا. شايف صاحب المحل عيل صغير ولا ايه قدامك؟ انا مش همشي من هنا دلوقتي ولا همشيك اصلا لما اجيب لك 45000 جنيه بتوع الموبايل اللي هو لسه طالع دلوقتي مع الاستاذ. فاهم ولا لا؟ يا استاذ جيمي 45000 اللي انت بتتكلم عنها ده لو قعدت سنه شغال عندك مش هكمل 45000. ماليش دعوه، اللي بيغلط الغلطه لازم يتحاسب. معلش يا جيمي معلش. واحد بيصطبح، شخص بيصطبح وشايف ان البنت دي وانت كمان برضو وانت كمان كنت شايفها واقفه في النص بينكم انتوا الاثنين. فيعني تستاهلوا بصراحه. عليها ما غلطتش يا استاذ جيمي. وباين الاستاذه اللي طلعت دي باين عليها بنت ناس ومحترمه يعني. ما تعملش كده. ايه بس انت غلطان. ازاي ما غلطتش؟ انت اي زبون بتحاسبه بتجيلي على الكاشير عشان اخد منه الحساب. انا المره دي ما عملتش كده ليه بقى؟ المفروض اعمل كده بس انا بصراحه كنت داخل انضف جوه وقلت استاذه هتحاسبك يعني. دي باين عليها مشهوره وبتاع التلفزيون. باين عليها ثاني كمان مشهوره. بقول لك ايه، انا ساعه اوصل اجيب حاجه كنت صرفت لي في ال 45000 جنيه. فاهم ولا لا؟ يا استاذ جيمي انت عارف يعني هذا كل ده لسه ما وصلتش على الباب ده. يعني لو محل مثلا المحل ده مثلا تقريبا قد المحل ده تقريبا قد الجونه مثلا. المحل ده قد ايه؟ المحل ده يعني المحل ده ما بيخلص ولا هي اللي هو انا هجيب ال 45000 دول منين؟ بس انا اروح ابيع حته الارض اللي في البلد
واجيب له 45,000 جنيه. حتة الأرض اللي في البلد وتجيب لي ده أنت شارب حاجة يا بشوي. بشوي أنت كحيان يا بشوي أنت بتشرب مخدرات يا بشوي. كرتون قاعد في كرتون أنا. إيه الهبل ده؟ لا وصلنا لمرحلة من التفاهة والهبل بجد يعني لا. ايه يا عم بشوي عملت ايه؟ ايه ده؟ يا استاذ جيمي يعني رجعت كده بسرعه؟ عادي المشوار ما اخرش يعني، المهم دلوقتي جاي استلف فلوس. جبت الريكورد ده منين بقى؟ بعدين عن بشوي خلاص مصطبح، احنا خلاص عارفين ان بشوي مصطبح وبشوي يستاهل كل اللي بيحصل له. كنت بدافع عنك بس انت ما بتسالش اي حاجه. لا بصراحه مش قادر اكمل يعني. كلفها ولا عالم سمسم اللي على تيك توك كده. اكتبوا لي برضو في الكومنتات عايزين نتكلم عن حد معين، لو في دماغكم حد متخلف يعني عايزين نتكلم عنه. دول كانوا اوحش ترندات تيك توك، او يعني اوحش بني ادمين بيقدموا اي محتوى، يعني او كائنات بتقدم اي محتوى. باي باي.